ازيكم؟ معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى قلنا نغير كده ونعمل بقى فراخ بطريقة حلوة جدا سهلة، ولا تحتاج لشواية ولا تحتاج لفرن ولا اي حاجة. بمنتهى بصوا الفراخ دايبة دايبة لوحدها، شايفين؟ وريحتها بقى ما شاء الله تجنن. وهتاكلوا احلى فراخ مشوية، والتتبيلة بقى تتبيلة جديدة وروعة وتحفة ما شاء الله. بصوا بقى، بصوا الجمال بقى، بصوا ما شاء الله. ان شاء الله هتجربوا الوصفة دي، هتعجبكم جدا وسهلة جدا. ما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك علشان لسه في وصفات كتيرة مع الشيف بطوطة. ويلا بينا نشوف الوصفة مع بعض. اول حاجة عشان نعمل تتبيلة الفراخ بتاعتنا، عندنا بصلة صغيرة مبشورة ناعم، وعندنا فصين توم. هننزل عليهم بقى بالبهارات: جنزبيل بودر، توم بودر، بهارات فراخ، بهارات شوي او اللي هي بهارات شيشة، 7 بهارات، بهارات لحمة، ونقلب كده البهارات بتاعتنا مع بعض. طبعا كمية البهارات على قد كمية الفراخ، يعني هتحطوا فراخ كتير هتحطوا فراخ قليلة، بنظبط البهارات عليها. تمام. هننزل بقى عندنا بطماطم مبشورة، بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا مستردة، عندنا باربيكيو صوص، عندنا صويا صوص. وناخد بالنا ان الصويا صوص اللي احنا بنستعملها تبقى بيبقى فيها نسبة ملح، فناخد بالنا من الملح. تمام. عندنا خل، عصير ليمونة، معلش انا نسيت الفلفل الاسود، عندنا رشة فلفل اسود، وعندنا زيت. هنقلب ده كله وندوق الحياء بتاعه ونحط الملح. تظبطوا الملح بتاعه قبل ما نحط الفراخ بتاعتنا. تمام. بعد ما خلصنا كل التتبيلات بتاعتنا كده، عندنا بقى هنزود كوبايتين او فنجانين صغيرين ميه، ونقلبهم كده ونظبط الملح بتاعنا بالشكل ده كده. دلوقتي بعد ما ظبطنا الفراخ التتبيله بتاعتنا بالشكل ده وحيائها بقى مظبوط وكله، عندنا بقى وراك فراخ مخليه اهي بالشكل ده، بس بنسيبها بالجلد بتاعها. تمام. بنغسلها بننقعها في ميه بملح كويس، او ندعكها كويس بالملح من تحت الجلد. تمام. ونحطها بقى في التتبيله كده. التتبيله دي وهميه، هتعجبكم جدا جدا،
وتغيير عن طريقة الفراخ المعتادة اللي احنا واخدين عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تبلنا الفراخ كده كويس هنغطيها ونسيبها في التلاجة لتاني يوم عشان تتشرب معايا. تمام. بعد ما سيبنا الفراخ تبات ليلة كاملة في التلاجة بنطلعها قبل التسوية تهدى من السقوعية بتاعة التلاجة. عندنا بقى طاسة سخنة على النار، هنحط لها يعني حاجة بسيطة جدا سمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا هنسيبهم على نار عالية جدا وما نقلبهمش دلوقتي خالص. بعد ما شوحنا الفراخ بتاعتنا على الناحيتين هنشيلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده. وهناخد الصوص ده نحطه في طبق. بالشكل ده كده. وبرضو نحط حاجة بسيطة سمنة. ونحط بقية الفراخ بتاعتنا. برضو بننزل على الجلد الأول. مش قادرة أقول لكم ريحة الفراخ عاملة إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرضو نسيبها على نار عالية ما نقلبهاش. بعد ما خلصنا كل الفراخ اللي عندنا وشيلنا الصوص، عندنا بقى قطعة زبدة، مكعب زبدة كده. ونرجع ننزل الفراخ بتاعتنا تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. تخيلوا انتوا بقى الجمال بتاع الفراخ بطعمها مع الزبدة، حاجة بقى تجنن. بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا الفرن البوتاجاز عشان انا بستخدم بوتاجاز كهرباء فبيفصل معايا شويه، لكن طبعا انتوا على البوتاجاز الغاز هيبقى طبعا النتيجه احلى وهيدي التحميره سريعه واحسن من الكهرباء. بعد ما الفراخ بتاعتنا اتحمرت على اليمتين في الزبدة هنغطي ونهدي النار عليها لحد ما تستوي معانا تمام. دلوقتي بعد ما الفراخ بتاعتنا بسم الله الرحمن الرحيم شربت كل المية وكل الصوص اللي فيها ورجعت لي الزبدة بالشكل ده تاني، هنبتدي بقى نحمرها على الناحيتين. احنا طول الوقت مخليين الجلد فوق واللحمة هي اللي تحت. بسم الله الرحمن الرحيم علشان الجلد ما يتقطعش معايا في قلب المية. ابتدي كده بالراحة بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده. وفي الوقت ده احنا مولعين على فحمة بنسخنها بنولعها على النار علشان نحطها في الفراخ بتاعتنا. بعد ما حمرنا الفراخ عندنا كويس بقى عندنا الفحمة كده بسم الله الرحمن الرحيم، وناخد من السمنة دي بسم الله ونغطي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفراخ بتاعتنا جاهزة، ريحتها ما شاء الله بتشهي وجميلة جدا. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك علشان لسه في وصفات كتيرة مع شيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.